مش عارف ايه كيف القلع ده، كيف القلع ده، كيف مش ممكن. ازاي واحده في سن نادية الجندي ترقص بالمنظر ده؟ اكيد انا مش هترهبن. واللي زود الموضوع اكتر ان اسماء عملت حفله للفنانين في بيتها في الساحل الشمالي يوم اعلان انفصالها، لحد بقى ما انتشر صوره تانية ليها من غير فلتر. من هنا بقى موازين النقد اختلفت. نشر صور جديدة لنادية الجندي من غير فلتر، واستغراب وتعليق الجمهور عليها، وخروج أسماء إبراهيم عن صمتها وكشفها لحقيقة انفصالها. تالت خبر وهو إهانة تامر أمين لمحمد رمضان. وخلينا نشوف إيه اللي حصل. اللي حصل إن نادية الجندي كانت في حفلة في الساحل الشمالي من يومين، والحفلة دي تقريبا كل الناس اتكلموا عنها وقالوا إزاي واحدة في سن نادية الجندي ترقص بالمنظر ده، وإن شكلها كأنها لسه في العشرينات. والحقيقة إنها أخدت كم انتقادات غير طبيعي، لحد بقى ما انتشر صورة تانية ليها من غير فلتر. من هنا بقى موازين النقد اختلفت، واللي كان بيقول دي كأنها لسه في العشرينات وإحنا أكبر منها بقى يقول يعني كل ده طلع فلتر. طب خلينا احنا بقى نرجع ونقول، هل في حد في سن نادية الجندي ووشه هيكون بكم الصفاء ده كله؟ ما هو باين قوي ان كل دي فلاتر. هتيجي تقولي طب والمشكلة في مين؟ هل في الجمهور اللي دايما بيهاجم وبينتقد وبسبب نقده ده بيخلي الفنانين يظهروا على طول بميك اب وفلتر؟ ولا العيب في الفنانين اللي مش راضيين يقتنعوا ان هم لازم يتقبلوا فكرة السن ويكون عندهم رضا بشكلهم مع تقدم العمر؟ فخليني اجاوبك واقول الجمهور دايما عنده طبع الهجوم والنقد، ده شيء مفروغ منه، لكن هل هيفضلوا ينتقدوا على طول؟ ما هو شويه وهيتعودوا. زي كده ميرفت امين، واللي الفتره الاخيره بدات تظهر دايما من غير اي ميك اب، والناس اول مره علقوا عليها وقالوا شكلها اتغير وليه شكلها بقى عامل كده، وتعليقات كتير من نوعيات مختلفه. لكن بعد كده الوضع اصبح طبيعي وبقى ظهورها بدون مكياج ولا فلتر ده شيء عادي، والناس اعتادوا عليها. فالخلاصة كده إن نادية الجندي أو غيرها كانوا حلوين أيام ما كانوا صغيرين، ودلوقتي برضو حلوين بالنسبة لسنهم، وده لأن كل سن وليه حلاوته اللي لازم نرضى ونقتنع بيه. وده كان أول خبر. نروح بقى لتاني خبر وهو عن الإعلامية أسماء إبراهيم. أسماء الناس بيشوفوها كتير جدا على الشاشات من خلال البرنامج اللي هي بتقدمه، لكن محدش يعرف عن حياتها الشخصية حاجات كتير، وعشان كده هي طالعة ترند بقالها كذا يوم بسبب أول خبر يطلع عنها للإعلام وهو خبر انفصالها. من هنا بقى والدنيا اتقلبت. طب يا ترى انفصلت عن مين؟ وكان بيشتغل ايه؟ وايه سبب الانفصال؟ واللي زود الموضوع اكتر ان اسماء عملت حفلة للفنانين في بيتها في الساحل الشمالي يوم اعلان انفصالها. من هنا بقى الكلام زاد اكتر، واللي قال دي بتعمل طلاق بارتي، وان الكلام ده عيب وما يصحش، وان ازاي لما نشرت خبر الانفصال نشرته بمنتهى الادب، وازاي بعدها بساعات عاملة حفلة بمناسبة الانفصال. والموضوع انتشر ان اسماء ابراهيم اتطلقت. النهارده بقى أسماء ظهرت وبدأت توضح الموضوع، واللي قالت أولا إن دي كانت خطوبة مش جواز زي ما الناس طلعوا قالوا، وإنها كانت قصدها إن فترة الخطوبة تكون طويلة عشان يفهموا بعض. صباح الخير. عشان انهي الموضوع ده خالص، لان كل الاسئله جايه عن الموضوع ده. احنا سيبنا بعض يا جماعه بكل ادب وذوق، واحنا 10 سنين طويله جدا، كل اللي بينا كان كله خير. وبعدين احنا كنا مخطوبين مش متجوزين، عشان الناس اللي بتقول اتطلقتوا ليه، احنا مخطوبين كنا، وخليت فتره الخطوبه تطول شويه عشان خاطر هم عاملين الخطوبه عشان كده كل واحد يفهم الدنيا اكتر، طبيعه حياه الدنيا عامله ازاي. خلينا اخوات احسن، صحاب هنكون افضل بكتير من 2 مرتبطين او متجوزين، لان كل واحد دماغه مختلف عن التاني شويه. وإنها ما سابتهوش عشان اتغرت زي ما الناس طلعوا قالوا عليها، والحقيقة إن الناس طلعوا قالوا إنها سابته بعد ما اتشهرت والغرور أخدها. بس انا بسمع اقاويل كتير قوي بصراحه بتضايق، يعني اتغريتي مش عارفه، عيلتي، الكلام ده قديم قوي يا جماعه، مش موجود اصلا. موسى خاطبني وانا مذيعه، يعني ما كانش خاطبني وانا قاعده في البيت. وصرحت إنها ما عندهاش أي مانع إنها تتخطب مرة تانية في أي وقت. اكيد انا مش هترهبن. بس انا هركز في شغلي اكتر. على فكره انا مخطوبه مش متجوزين، خطوبه مش كده. هتيجي تقولي طب وهي كانت مخطوبة لمين؟ هقولك كانت مخطوبة لمطرب اسمه موسى. وبالنسبة للحفلة اللي كانت عاملاها في الساحل من يومين، فأسماء صرحت إنها عاملة حفلة بمناسبة أجازتها. طب
خلينا نقول، هل أسماء كانت عاملة حفلة بمناسبة فسخ خطوبتها؟ فالحقيقة إن ده كلام غير منطقي شوية، ولكذا سبب. أولاً لأنها لما أعلنت الخبر قالته بكل رقي وذوق وأدب. ثانياً لما بتتكلم عنه بتتكلم بذوق، حتى لما اتسألت النهاردة عن صورها معاه واللي قالت احنا بينا كبير وحاجات كتير وانا مش هحذف الصور لانها ذكريات حلوة وربنا يكرمه. هتيجي تقولي طب وهي ايه اللي يخليها تعمل حفلة في التوقيت ده بالذات؟ هقولك اهي دي بقى غلطة، ما كانش وقت مناسب ابدا لعمل حفلة في نفس اليوم اللي اعلنت فيه خبر انفصالها، وده كان تاني خبر. نروح بقى لتالت واخر خبر، وهو عن اهانة تامر امين لمحمد رمضان، وده لما علق على حفلات محمد رمضان اللي دايما بيظهر فيها من غير ما يكون لابس قميص، واللي قال له مش معنى انك حران انك تروح الحفلة عريان، هل انا اطلع في البرنامج مثلا من غير قميص عشان الحر؟ مش عارف ايه كيف القلع ده، كيف القلع ده، كيف مش ممكن. ليه في كل حفله لازم اقلع؟ الدنيا حر، ما كل حر علينا كلنا. اجي لكم هنا البرنامج ملط، يعني ينفع اجي اقدم التوك شو بالبنطلون بس واقول لكم معلش يا جماعه الجو حر، او ان انا بعمل موضه؟ ليه؟ انت عندك مشكله مع التيشيرتات، عندك حساسيه من القمصان، يعني في مشاكل لو نحلها، لو في مشاكل وخلافات نحلهم. مش مفيش منطق يعني. الغرب عندهم بلاوي سودا، هنعمل البلاوي السودا؟ ما حدش يقول اصل ده الفن، فن لا، فن كل فن المجتمع وكل فن لبيئته. وان اللي انت بتعمله ده ترند مش لايق عليك لانك بقيت نجم كبير، فهل ده مقامك في الترند؟ الموازين في دماغ الناس ما بتبقاش منضبطه ليه؟ خصوصا لما اكون مش محتاج، يعني زي بالظبط كده ما تلاقي حد بيسرق فتظبطه فتكتشف انه مليونير. تسرق ليه يا ابني؟ اهو طبعا وحب زياده في المال وبتاع، فتبقى عايز تقطع رقبته. فاللي مش محتاج المفروض ما يعملش بالو، اللي يعمل البالو ده حد صغير، حد نكره، حد مش معروف، فعايز يعمل ترند او عايز يعمل حاجه استثنائيه او حاجه شاذه عشان الناس تشاور عليه فيتعرف، فبعد كده يبقى مشهور، بس اهو مبرر. لكن لما تبقى نجم يبقى لازمته ايه؟ إثارة الإثارة والإتيان بأفعال استثنائية تجيب لي الكلام وتجيب لي الانتقاد، إلا إذا كنت كيف عشان يتقال عليا كده وعلشان تامر أمين يطلع يقول كده. مش محتاج يا ابني. وإن المفروض من بعد مسلسل جعفر العمدة تفكيرك يتغير بقى وتبطل الأفعال بتاعت الشباب الصغيرة اللي لسه طالعين على الشاشات وبيحاولوا يعملوا أي حاجة عشان يلفتوا بيها انتباه الناس. يعني واحد يعمل مسلسل جعفر العمدة يبقى محتاج حاجة بعد كده. تحول المسلسل في رمضان اللي فات من مجرد مسلسل درامي إلى ظاهرة اجتماعية، فمسلسل درامي كسر الدنيا. ربنا بيثبت لك يا محمد يا رمضان عملك ممكن يتحدث عنك من غير ما تعمل حاجة. اشتغل واعمل مسلسل كويس، فعمل مسلسل كويس اسمه جعفر العمدة. هو محمد رمضان قاعد في البيت، المسلسل بيتحدث عن نفسه. ما محتاج حاجه تانية. اهو ربنا بيقول لك اعمل شغلك صح وانت موهوب، شغاله زي الفل. اجي بقى بعديها اقوم طالع في حفله ونقابه المهن الموسيقيه طلعت قالت لك يا محمد كده غلط وطلعت عقوبات عليك. يقوم من فتره كام يوم حفله في الساحل الشمالي اعتقد كده برضو بالبنطلون ونصف عريان، اسمها نصف عريان بالبنطلون ومن فوق عريان. طب خلينا نقول الناس من كتر ما علقوا على لبس محمد رمضان زهقوا وبطلوا يلتفتوا للموضوع ده اصلا، زي ما يكون محمد رمضان عودهم على اللبس ده في الحفلات وكأن ده بقى اللبس المعتاد خلاص بتاع الحفلة.